بين سبورتس أينما كنتم، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة يحلو فيه صار هذه الليلة واش هالليلة إنها المباراة التقليدية التاريخية، الجزائر والمغرب في ربع نهائي كأس العرب العاشرة. جماهير قوية حاضرة في هذه المباراة بألوانها المغربية والجزائرية، وأكيد الأقدام ستكون نارية وقوية. المغرب المتأهل بقوة كأفضل خط هجوم وأقوى خط دفاع، والجزائر على طول وراه على طول، مما يؤشر على مباراة فيها الأهداف بكل تأكيد. نتمناها مواجهة كروية تسودها الروح الرياضية العالية. وهذه هجمة أولى والمنتخب الجزائري. التشكيلة المغربية للحراسة أنس زنيتي، على يمين الدفاع محمد شيبي، لليسار النهيري الروقي، وأنس زنيتي يضع الكرة بوسط الميدان. الحكم يطلب اللعب، لا يعطي مخالفة. سامبايو يعرف أرضية يوسع، تأمين دفاعي بين المنتخب الجزائري والحكم سامبايو لا يعطي مخالفة. تمام تصوير ياسين يتان كذلك، وكرة والتصويب موجود وبالراس على البلايلي. راوغ والمخالفة، مخالفة بقرار قاضي المباراة البراس. ابراهيم يوسع، وأنس زنيتي طار حارس الرجاء هو محمد شيبي المدافع الأيمن للفتح الرباطي. كرة جول ونبولحي الرايع، شجاعة كبيرة وروح رياضية أكبر من وليد الزارو للراية سمبولحي. هذه هي الصورة التي نبحث عليها، روح التأكد. ومزياني وكان مزيان وفنان بالدبكة وبالراس ويمشي حسام رايدة يعدي فيها جول. لا يا ابراهيمي، التسويق والخطورة. اي زروقي في وضعية التسلل، زروقي كان في التسلل مهول. ضغط جزائري ونبولحي وخطيرة، والحكم يأتي ماذا؟ يأتي ضربة مرمى بعد هجمة لأشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك المصري. كرة شنو هذا؟ غدار مغربي يعدي من إساق. ياسين ابراهيمي والصعب بتدخل لوليد الكارتي، يمر على اليسار بن شرقي، خطورة. الياس الشطي الزارو يطالب بضرب الحداد في انتظار بدر بنون. التدخل الدفاعي في الوقت اللازم من عبد القادر بن حفيدي، غدارة وامكانية الاختراق، لكن وين كرة بعيدة. حيرة يعدي والحكم يطلب اللعب. زروقي أراد ضربة جزاء تشيبي، والركنية بتدخل رائع. وهذه كرة بالراس، وليد زارو طار مروان سعدان يوسع البلايلي. كرة مزيانة غريبة وعجيبة. طيب المزياني لم يكن مزيان ولم يكن فنان مهاجم. الحكم الدولي البرازيلي يعلن على نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0. أكيد سؤال مطروح هشام، هل هو تعادل عادل؟ الكلمة. شكرا هشام الخلسي. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات بين سبورتس أينما كنتم، نعود بكم من جديد إلى استاد الثمامة. ضربة بداية الشوط الثاني في ربع نهائي من ذهب بين الجزائر والمغرب.
تركنا الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0. لكل من يلتحق بنا سنذكر بتشكيلتي المنتخبين. بالبداية المنتخب الجزائري حراسة المرمى للرئيس مبولحي، يمين الدفاع حسين بن علي، الكرة للدفاع وإمكانية الخطورة واردة ويوسع. غريبة من طيب المزياني. طيب اليوم لم يكن طيب. عبد الإله وطيب مزياني، 4 لاعبين. مزياني يوسع كرة، مرة أخرى مزياني، مرة أخرى الخطورة باسم كرة بالاستلام لأشرف الشرقي ولمسة يد، لمسة يد على مهاجم نادي الزمالك. كرة من نهيري ساعة والرئيس مبولحي يتفوق بخطوة، يعدي وين ماشي انطلاقة. هل هنالك احتكاك مع بدر او مع محمد شيبي؟ هذا يا السادة محمد شيبي كان في الاحتكاك مع يوسف البلايلي. المشكلة هنا مشكلة نوال. يعطي ضربة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب الجزائري. يمشي ياسين 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 ابراهيمي، جول ياسين، جول ابراهيمي، جول انفجار جماهيري. الثائر الجزائري هو ياسين ابراهيمي، يبعث يتعدى حفيدي، يوسع، جول جول جول، ناهيري جول، ناهيري جول. اي انفجار، هات الصورة شوف نارية، شنو هذا؟ شنو هذا؟ ما هذا يا هذا؟ كرة طويلة بالراس، يوسع والركنية. البرقاوي الخطير، البرقاوي بطريقة برقاوي يوسع، والخط اليمين محمد شيبي في ظهر ياسين ابراهيم. التسويب الغدار من حفيدي، حفيدي على الداير يا حبيبي. والركن شرقي يوسع، يوسع والتسويب. شنو هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذه فرصة جزائرية راحت عليك يا البلايلي، أرادها مباشرة، ليست مثل خطيرة. التصدي من مروان سعدان، حكم يرجع يأتي للإسعاف. زينتين بوتمان لم يكن. الكرة لأنس الزنيدي، سلامات سلامات لأنس الزنيدي. سامبايو يعلن على نهاية المباراة في وقتها الأصلي والقانوني بالتعادل 1-1 بين المغرب والجزائر. لنا حكاية ب 15 دقيقة. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات بي سبورتس، ندخل الآن الوقت الإضافي الأول في هذه القمة النارية المغاربية. يوزع حكام يأتي مخالفة باحتجاج بن عيادة وغدارة. الكرة مباشرة شيبي والرئيس مبولحي، حيمي والخطورة برقاوي. الخطورة إصابة توقع، وين رايح البلايلي؟ استعراض هجوم، هذه كرة أخرى للرجاء خطيرة وضربة مرمى سفيان رحيمي والبرقاوي. كل التحية طبعا لمدربنا الكبير المغربي. يوسف جول، يوسف جول، يوسف جول، البلايلي جول. شنو هذا؟ عابر القارات ليوسف البلايلي الغدار. فعلا
يوسف المغوار يستغل تقدم انس سنيتي. هات الكرة، شوف الصورة، هذه الكرة المرتدة لبلاد الكرة بالراس ترجع من جديد. حرب الطائران والكرة الهوائية من 2012 ل 2015 درب الفتح الرباطي، فاز معه بكأس العرش عام 2010. انطلاق الفترة بن شرقي يوزع ولكن بالراس يعدي، والمخالفة سفيان بن دان المغربية يوزع بالراس. جول بدر بنون، بدر بنون، جول بنون، جول راسية، جول بنون، بنون وداد بن بيشعل محمد شيبي، شيبي يدخل منطقة الجزاء يوسع او خلينا نقولوا يصوب، وضربة مرمى. اوقات عصيبة. الياس الشتي يعدي ويكسب المخالفة، وعنده انذار والمرتدة. حسوني حكم اصعب الاختبارات، ركلات الترجيح التأهيلية بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. 120 دقيقة لبلايلي والهدف الأول، وسفيان رحيمي يتقدم. سفيان والنجاح، سفيان الفنان يمشي يتقدم. سفيان بدر 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 بنون من اجمل ما يكون بكل القدم. يمشي ميرزاق، جول، دخلت الكرة. جبران والله فنان، جبران المزيان قدم بن عيادة، والعادة الهدف، جول لبن عيادة. كريم توقاي يتقدم، توقاي جول رسميا. المنتخب في مربع الذهب لمواجهة المنتخب القطري. المنتخب المغربي ترجيح 5-4، وبالتالي الفرحة